في فرق بين اللي بيقتل عشان يغدر واللي يقتل عشان ينتقم. أنا في حياتي شفت الاتنين، بس في عزبة النور شفت حاجة تالتة خالص. شفت حد بيقتل عشان يحمي سر تحت الأرض، سر قديم، وعشانه مات 10 أشخاص في 2.5 ساعة. 3 بيوت رقبتهم مقطوعة، ستات ورجالة وأطفال، وال10 جثث. كنت أنا اللي واقف وسط الدم ومش عارف أنا ببص على إيه. بصيت له الحفرة اللي تحت الأرض وقلت لنفسي اللي عمل كده أكيد مش إنسان. أهلا بيكم في قضية جديدة من قضايا المحقق شريف الدمنهوري. إن شاء الله القضية دي تعجبكم، وياريت في البداية لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. تليفون رن الساعة 4 الفجر. كنت نايم في البيت ومراتي كانت جنبي، وابن الصغير آدم كان نايم في الأوضة اللي جنبي. الصوت صحاني من النوم على طول. ما كانش صوت تليفون عادي، ده كان صوت تليفون الطوارئ، الصوت اللي بيجي لما يكون في حد ميت. رديت. بلاغ من عزبة النور تبع مركز بني مزار، قتل جماعي. الأهالي بتقول إن في ناس ميتة في 3 بيوت. الضابط اللي راح قال إنه مش قادر يتحرك لحد ما حد من المباحث يجي. قلت له قد إيه؟ على الأقل 10. سحبت نفسي وقعدت على السرير، ومراتي سألتني في إيه؟ قلت لها مش عارف بس كبير. لبست البدلة بسرعة، جاكيت الجلد والبوت الجلد. الدنيا كانت برد جدا. مراتي قامت عملت لي كوباية شاي على السريع، شربتها وهي سخنة وحرقت لساني بس ما حسيتش. ركبت العربية. عربيتي كانت عربية جيب قديمة، المحرك كان بيطلع صوت خشن. الطريق من المنيا لبني مزار كان فاضي، الشارع ما فيش فيه غير النور الأصفر بتاع العربية والبرد والهواء الشديد. فضلت أسوق ساعتين وأنا بفكر 10 إزاي؟ 10 في قرية صغيرة، وإزاي 3 بيوت في نفس اللحظة؟ دي مش جريمة عادية، ده حرب. ده حد قرر ينهي حياة ناس بشكل منظم. وصلت بني مزار الساعة 6:30. الشمس ما كانتش لسه طلعت، السماء كان لونها رمادي زي الرصاص. نزلت عند مركز الشرطة، لقيت الضابط المناوب واقف، وشه أبيض وعيونه حمراء، لبسه مش منسق زي ما يكون لبس وهو بيجري. وقال لي الموضوع صعب يا فندم. قلت له ما نضيعش وقت، عربيتك ولا عربيتي؟ رد عليا وقال لي عربيتك، الطريق وحش يا فندم. ركبنا ومشينا. الطريق كان ترابي، العربية كانت بتنط فوق الحفر. الليل كان لسه مسيطر، بس على مسافة بعيدة شفت قرية صغيرة، بيوت طين وفيها نخل وأراضي قصب. دخلنا القرية، قرية عزبة النور. السكون في القرية كان غريب، مش سكون الليل، لأ، ده سكون تاني خالص، سكون الخوف. السكون اللي بيجي لما الناس تكون مستخبية في بيوتها، واقفين ورا الشبابيك بيبصوا من بين الستاير، مش عايزين يتكلموا ومش عايزين يتنفسوا، بس مش عايزين يكونوا موجودين. نزلنا من العربية. أول حد لمحته كان راجل عجوز واقف قدام بيته، لابس جلابية فلاحة قديمة. بصلنا بصة فيها حاجات كتير، فيها استغاثة، فيها خوف، وفيها إدانة، زي ما يكون بيقول انتوا جيتوا متأخر. قلت له فين البيوت؟ رفع ايده وشاور لشارع ضيق، هناك آخر الشارع 3 بيوت ورا بعض. مشينا. الشارع كان ترابي، في مية صرف جنب الشارع. ريحتها كانت مختلفة، ريحتها كانت مختلطة بريحة حاجة تانية، ريحة دم كتير. الدم لما يكون كتير بتكون ريحته حلوة شوية، حلوة وبشعة في نفس الوقت، زي ريحة العسل المخلوط بالحديد. وصلنا أول بيت. البيت كان من طين، سقفه خشب وبابه خشب قديم مقفول، بس فيه شق في الباب. الشق ده كان فيه دم نازل، دم متجمد شوية بس لسه نازل، زي ما يكون فيه حاجة جوه لسه بتنزف. الضابط قال لي ده بيت عيلة أبو السيد، أم فاطمة وعيالهم 2، حسن عنده 8 سنين ومريم عندها 7 سنين. قلت له مين اللي لقى الجثث؟ قال الجيران. الصبح لما ملقوش حد طلع يجيب العيش، جارتهم خبطت عليهم الباب، لقت الباب مقفول ومفيش أي رد. شمت ريحة غريبة وراحت تجيب العمدة وفتحوا الباب ولقوا اللي حضرتك شايفه دلوقتي. قلت له طب افتح الباب نشوف. فتحنا الباب. أول ما دخلت البيت كان ضلمة، الشمعة الوحيدة اللي كانت في البيت كانت مطفية، بس في نور ضعيف داخل من الشباك، نور الشمس اللي لسه بتطلع.
الصالة كان فيها كنبة قديمة عليها بطانية. البطانية كانت مغطية حاجة صغيرة. قربت وسحبت البطانية ولقيت حسن، الطفل اللي عنده 8 سنين، كان نايم على جنبه ووشه للحيطة كأنه نايم، بس رقبته كان فيها فتحة عميقة جدا، فتحة سكين كبير قطع الرقبة من ورا، والدم كان على الأرض متجمد بس لسه فيه لمعان. وكان جنبه مريم 7 سنين، كانت لابسة فستان نوم وردي، شعرها مفرود، وشها للسقف، عيونها مفتوحة بس فاضية. بس في حاجة غريبة، فستانها كان مرفوع ورجليها كان فيها دم كتير، مش بس من الرقبة، من تحت، من مكان مش لازم أقوله. سحبت نفسي ومشيت لأوضة النوم، وأبو السيد كان نايم على السرير جنبه مراته أم فاطمة. الاتنين نفس المنظر، رقابهم مقطوعة والدم على المخدة وعلى السرير وحتى الأرض. بس الغريب، اللحاف كان مترتب زي ما يكون الجاني قعد جنبهم شوية بعد ما قتلهم. سألت الضابط، قلت له في حاجة متلخبطة. قال لي لا يا فندم، كل حاجة في مكانها، الدولاب مقفول والادراج مترتبة والمطبخ نظيف، مفيش سرقة ومفيش فوضى، زي ما يكون حد دخل قتل وخرج من غير ما يلمس أي حاجة. طلعنا من بيت عيلة السيد. الشارع كان لسه فاضي، بس الناس بدأت تطلع من بعيد واقفين وبيبصوا. بس في ستات كانت بتعيط بصوت خافت، زي ما يكون الخوف أكبر من الحزن. البيت التاني كان على بعد 50 متر، بيت طين برضه بس أوسع شوية، بيت محمود المحامي. محمود شاب عنده 29 سنة، كان راجع من القاهرة من شهر، فتح مكتب صغير في المركز. كان بيحلم إنه يبقى محامي كبير، يتجوز ويجيب عيال ويبني بيت. دخلنا، نفس المنظر، الضلمة والصمت والدم. محمود كان مرمي في الصالة على ظهره، وشه للسقف وعيونه مفتوحة ورقبته مقطوعة. بس الغريب، ايده اليمين كانت ماسكة ورقة. نزلت اخدت الورقة، كانت ورقة قضية، ورقة من مكتبه، كانت قضية سرقة. محمود كان بيدافع عن متهم، المتهم اسمه خالد، شاب من القرية عنده اضطراب نفسي. محمود كان بيحاول يساعده. أخدت الورقة حطيتها في جيبي ودخلنا نشوف بقية الشقة. لقينا في المطبخ أم محمود مرمية على الأرض جنب البوتاجاز، رقبتها مقطوعة بس عيونها كانت بصة للباب اللي دخلنا منه، زي ما تكون عرفت اللي جاي، زي ما تكون استسلمت. المطبخ كان نظيف، مفيش حاجة مكسورة، التلاجة شغالة فيها أكل، فول وطعمية وبيض، أكل لسه طازة، زي ما يكونوا لسه هيفطروا بس ما فطروش. سألت الضابط، محمود كان متجوز؟ قال لأ، كان عايش مع عمه وأبوه مات من 2 سنين. قلت له عنده عداوة مع حد؟ قال لأ، كان محبوب وكان بيساعد الناس وكان بيدافع عن الفلاحين مجاني. والقضية اللي في إيده القضية خالد، الشاب ده مختل عقليا. خالد سرق محصول من أرض الحاج رجب، محمود كان بيدافع عنه، خالد ده ممكن يكون مشتبه فيه. البيت التالت كان بيت عبد الفتاح وعيلته. البيت كان في آخر الشارع، بيت أكبر شوية وسقفه عالي وفيه حوش وفيه شجر قديم كتير. عبد الفتاح كان مدرس، عنده 42 سنة، بيدرس لغة عربية في مدرسة المركز. عنده 3 عيال، بس الاتنين الكبار كانوا نايمين عند جدتهم في القرية التانية. الليلة دي كانوا نايمين في البيت هو ومراته سعاد وابنهم الصغير عنده 5 سنين. دخلنا، الحوش كان فاضي، في دم على التراب ودم على الحيطة ودم على باب الأوضة. لما دخلنا الأوضة لقينا عبد الفتاح كان على السرير مرمي على بطنه، رقبته مقطوعة بس ظهره كان فيه حاجة غريبة، كان عليه خطوط معوجة زي ما يكون حد ضربه بسلك أو بصوت قبل ما يقتله. عبد الفتاح كان بيحاول يدافع بس ما قدرش. سعاد كانت في الأرض بين السرير والدولاب، رقبتها مقطوعة ووشها للأرض، شعرها مليان دم ولبسها كان متقطع. مفيش اعتداء جنائي واضح بس في عنف زيادة. الطفل عمر عنده 5 سنين، كان في الزاوية قاعد على الأرض وظهره للحيطة، وشه كان لازق في صدره وإيده على وشه، زي ما يكون كان بيخبي وشه، زي ما يكون بيحاول يبقى صغير، يبقى مش موجود، يبقى مش مرئي أصلا. رقبته كانت مقطوعة برضه بس القطع كان أصغر من الباقي، زي ما يكون الجاني تعب خلاص مل. عديت الجثث اللي شفتها تاني، عيلة السيد 4،
أبو السيد وأم فاطمة وحسن ومريم، محمود وأمه، محمود وحجازية، حجازية دي أم محمود، عبد الفتاح وعيلته 3، عبد الفتاح وسعاد وعمر، كده 9. سألت الضابط قلت له أنت قلت 10. قال في واحدة تانية في البيت اللي جنب عبد الفتاح، بيت صغير اسمها نبيلة، عجوز عايشة لوحدها، الجيران لقوها مقتولة برضه بس مش بنفس الطريقة، اتخنقت بحبل. قلت له ودينا على البيت. البيت كان صغير، كان غرفة واحدة ومطبخ صغير وحمام، اللي فيه كانت نبيلة عندها 65 سنة، عايشة لوحدها من 20 سنة، جوزها مات وعيالها سافروا، كانت بتعيش على معاش جوزها. لقيناها على السرير، ايديها مربوطة في رجليها بحبل غسيل، والحبل كان ملفوف حوالين رقبتها، مخنوقة، وشها أزرق وعيونها طالعة لبره ولسانها برضه. بس الغريب السرير كان مترتب زي الباقي، والدولاب مقفول والمطبخ نظيف، مفيش فوضى. سألت الضابط قلت له نبيلة دي لها علاقة بالباقي؟ قال لا، عايشة لوحدها وما بتكلمش حد، بس كانت بتقول إنها شافت حاجة قبل المذبحة بيوم، كانت قاعدة برا بيتها، كانت بتدردش مع جارها وقالت لها إنها شافت واحد داخل الشارع بالليل، وشه ما كانش باين وكان لابس أسود وماشي زي الحيوان على 4. سألته يعني إيه على 4؟ قال لي دي كانت نبيلة، كانت بتتكلم كتير، كانت بتقول إنها بتشوف جن، الناس كانوا بيسمعوها وبيسيبوها. سجلت بس في دماغي سؤال، ليه نبيلة اتقتلت بطريقة مختلفة؟ ليه رقبتها مش مقطوعة زي الباقي؟ ولا الجاني غير طريقته؟ ولا فيه جاني تاني؟ رجعت مركز الشرطة، الساعة كانت 10 الصبح، الشمس طلعت بس البرد لسه موجود. قعدت في المكتب، قدامي ورق وقلم وكوباية شاي سخنة، بس الشاي كان برد. بدأت أكتب 10 قتلى، 4 بيوت، والمدة 2.5 ساعة، كلهم مقتولين بالسكين، رقاب مقطوعة باستثناء نبيلة، مفيش سرقة، مفيش اعتداء جنائي واضح، مفيش عداوة معروفة، الضحايا مش مرتبطين ببعض، محمود المحامي، عبد الفتاح المدرس، أبو السيد الفلاح، نبيلة العجوز، ملهمش علاقة ببعض إلا خالد. محمود كان بيدافع عن خالد شاب من القرية عنده 24 سنة وعنده اضطراب نفسي، سرق محصول من أرض الحاج رجب، ومحمود خد القضية مجانا عشان يساعده. بس خالد فين؟ سألت الضابط قلت له خالد ده فين؟ قال عايش في آخر القرية في بيت صغير مع أمه، أبوه سافر من زمان ومرجعش لحد دلوقتي. قلت له قبضنا عليه قبل كده؟ قال مرة كان ماشي في القرية بالليل بيكلم نفسه وبيضرب نفسه، الجيران بلغوا وجينا خدناه، حطيناه في المستشفى النفسي في المنيا شهر ورجع وماشي على دواء. قلت له طب والدواء ده بياخده؟ قال مش عارف، أمه هي اللي بتديله، بس هي ست كبيرة مش فاهمة، بتقول إنه بيتحسن وبعدين بيرجع تاني. قلت له تعالى نروح له. رحنا بيت خالد، كان في آخر القرية، بيت طين صغير وسقفه متوسط، بابه خشب قديم وفيه شقوق كتير. خبطنا على الباب ومفيش حد رد، خبطنا تاني سمعنا صوت حركة خفيفة زي صوت حيوان، والباب اتفتح. خالد شاب رفيع طويل وشعره طويل، لابس جلابية فلاحي قديمة مش متوسخة بس مش نظيفة، ووشه كان أصفر وعيونه كبيرة، بصة سريعة بعينه كانت بتتحرك يمين وشمال زي الفار. قعدنا في الأرض على حصيرة جنب أم خالد، ست كبيرة عندها 60 سنة، وشها مجعد وعيونها حمرة كأنها ما نامتش من زمان. سألتها خالد كان فين بالليل؟ قالت هنا، كان نايم معايا في الأوضة. قلت لها من إمتى لإمتى؟ قالت من 10 بالليل للصبح ما خرجش. انت متأكدة؟ متأكدة، أنا بنام خفيف ولو خرج هسمعه. بصيت لخالد كان بيبص في الأرض مش بيبص لي، ايديه على ركبته وإيده بتترعش خفيف زي الريح. سألته انت كنت فين بالليل؟ ما ردش. سألته تاني خالد انت عارف ان في ناس ماتت؟ رفع عينيه بصلي أول مرة، بصة غريبة، بصة فيها حاجات كتير، فيها خوف وفيها حيرة وفيها حاجة تانية، حاجة مش قادر أوصفها، زي ما يكون شاف حاجة، زي ما يكون عارف حاجة بس مش عارف يقولها. رد عليا وقال ماتوا؟ قلت له 10 في القرية. قال 10؟ سكت وفضل يبص في الأرض وبعدين قال أنا شفت حاجة. سألته إيه؟ قال بالليل كنت نايم، سمعت صوت حاجة بتتحرك برا، قمت فتحت الشباك، شفت واحد لابس اسود، وشه مش باين
ومشي في الشارع ببطء زي الحمار، زي البهيمة، ومشي على 4. سألته يعني إيه على 4؟ قال لي على إيديه ورجليه زي الكلب، ومشي ودخل الشارع. سألته إمتى ده؟ مش عارف، بالليل، الظلام، مفيش نور، بس أنا شفت عينيه كانت حمرة زي النار. وسألته ليه ما بلغتش؟ قال ماما قالت لي ارجع نام، قالت لي ده جن، قالت لي ما تكلمش حد عن الجن. سكت وبصيت لأمه، كانت بتبصلي بصة فيها توسل، بصة بتقول سيبوه، هو مش فاهم، هو مريض. قلت لها خالد هيجي معانا القسم نسأله شوية أسئلة. قالت هو ما عملش حاجة، هو كان نايم، أنا شاهدة. قلت لها أنا مش بتهمه، بس لازم نسأله. خالد قعد في غرفة التحقيق الساعة 9 الصبح. القسم كان فاضي وإحنا الاتنين لوحدنا. طلبت له شاي، والشاي فضل قدامه لحد ما برد. بدأت أسأله اسمك؟ قال خالد عبد الله. سنك؟ 24 سنة. شغال ايه؟ قال مش شغال، بساعد أمي في البيت. انت عارف محمود المحامي؟ رفع عينيه وبص لي. قال عارف، هو ساعدني، قال لي مش هيدخل السجن، قال لي هيدافع عني. انت سرقت محصول من أرض الحاج رجب؟ سكت وبعدين قال سرقت، بس مش عشاني، عشان ماما كانت عايزة فلوس عشان الدواء غالي. والحاج رجب بلغ عنك؟ قال بلغ، قال لي إن حرامي، إني لازم أتسجن. ومحمود دافع عنك؟ قال لي ما تخافش، قال لي هيكسب لي القضية، قال لي الحاج رجب ظالم. قلت له انت زعلان من الحاج رجب؟ سكت فترة طويلة وبعدين قال زعلان، هو ظالم، هو غني واحنا فقراء، هو عنده أرض واحنا ملناش حاجة. قلت له طب انت زعلان من محمود؟ رفع عينيه وقال من محمود؟ لا، محمود ساعدني، محمود كويس، محمود كان بيجي يزورني، يجي يطمن عليا، يجي يقول لي خد دواك. امتى آخر مرة شفت محمود؟ قال قبل ما يموت بيوم جالي البيت وقعد معايا وقال لي القضية هتخلص، قال لي هنكسب، قال لي بعدها هنروح القاهرة هنشوف دكتور كويس وهتعالج. سألته انت بتاخد دواء؟ قال ماما بتجيبه بس مش بيأثر، الدواء مش بيأثر، انا لسه بشوف حاجات، بشوف ناس، وبشوف جن، وبشوف ناس ميتة، بشوفهم بيمشوا، بشوفهم بيتكلموا، بشوف أمي وهي ميتة، بشوفها قاعدة جنبي بتقولي خد دواك، بس أنا باخد وبشوفها برضه. سألته امتى بدأت تشوف الميتين؟ من صغري، من وانا عندي 10 سنين، بابا مات وشفته قاعد في الحوش بيقولي ما تخافش أنا معاك، بس هو مات، هو مش معايا. فضلت أبص فيه. خالد كان مكسور، مش قاتل، القاتل مش بيبقى مكسور كده، القاتل بيبقى بارد، بيبقى صلب، بيبقى فاضي من جوه. خالد للأسف مش فاضي، خالد مليان حاجات كتير هو مش فاهمها. بس فيها حاجة غريبة، ليه شاف واحد لابس أسود ومشي على 4 رجول، ولا ده هلوسة وممكن يكون حقيقي. رحت أزور الحاج رجب العمدة، الراجل اللي بلغ عن خالد، الراجل اللي عنده الأرض، الراجل اللي عنده الفلوس، وبيته كان أكبر بيت في القرية، بيت من طوب وسقف خرساني، وفي حوش وعربية وتلفزيون، وفي ناس شغالة في قلب البيت. دخلت لقيته قاعد في الصالة لابس جلابية حرير وشال كبير، بصلي بصة فيها غضب، مش غضب مني، غضب من الحياة. وقال لي من غير ما أسأله حضرة الضابط انت جاي تسألني عن خالد؟ قلت له بس مش خالد بس، والمسبحة. قال لي خالد ده مجنون وخطير، أنا قلت من زمان، قلت لهم حطوه في المستشفى المجانين، بس أمه رفضت، قالت ابني مش مجنون، ابني بس تعبان. تعبان ايه؟ ده بيشوف جن وبيتكلم مع نفسه وبيمشي بالليل وبيخبط على البيوت وبيقول انا شفت الميتين. قلت له انت شفت خالد الليلة اللي فاتت؟ قال لا انا نمت بدري، بس خالد كان جاي لي قبل المذبحة بأسبوع، جالي البيت قال لي الحاج رجب انا عارف سر في أرضك، سر قديم، لو عرفته هتدفع فلوس. قلت له ايه السر؟ قال في مقبرة فرعونية تحت الأرض في أرضك وأنا عارف مكانها. سألته تصدقته؟ قال لا ده مجنون، بس في حاجة في أرضي، في حفرة قديمة من زمان، جدي قال لي إن في حاجات تحت الأرض بس محدش حفر ومحدش عارف حاجة. سألته فين الحفرة دي؟ قال لي في آخر الأرض جنب النخلة اللي لوحدها دي، بس محدش قرب منها، الناس بتقول إن في جن حامي المكان ده، جن ما بيحبش حد يقرب منها. سجلت في دماغي تاني مقبرة فرعونية وجن حامي وحفرة قديمة، تخيل ولا حقيقة؟ في قرى كتير في الصعيد فيها حفريات قديمة وفيها مقابر فرعونية حقيقية اتلقت في أرض فلاحين،
يمكن خالد شاف حاجة، ويمكن هلوسة، وممكن تكون حقيقة. ورحت لشخص تاني، كان الشيخ متولي. الشيخ متولي ده مش شيخ مسجد، ده متصوف، راجل عجوز عنده 70 سنة، عايش في بيت صغير على ناصية القرية. عنده دكان صغير بيبيع فيه حاجات بسيطة، سكر وشاي وفول. بس الناس بتجيله عشان الحكاية، عشان يتكلموا، عشان يسألوه عن الجن. رحت له، لقيته قاعد على كرسي خشب قدامه شاي، وبصلي بصة فيها حكمة، بصة فيها حزن، وقال: حضرة الضابط، انت جاي تسألني عن المذبحة؟ قلت له آه. قال: أنا عارف من الصبح الناس جات قالت لي يا شيخ متولي في ناس ماتت وفي سفاح وممكن يكون في جن. سألته: انت شايف ايه؟ قال: انا شايف ان القرية دي ملعونة من زمان، فيها حاجة تحت الارض، حاجة قديمة وحاجة مش لينا، والجن بيحميها. سألته: ايه الحاجة دي؟ قال: مقبرة من زمان الفراعنة، فيها كنز كبير جدا من ذهب، والجن حارسينه، اي حد بيقرب منه بيموت. سألته: وخالد؟ قال: خالد شاف حاجة، خالد عنده عين بتشوف اللي احنا مش شايفينه، شاف الجن وشاف الميتين وشاف الكنز، بس عقله ما يقدرش يستوعب فاتجنن. سألته: انت شايف ان خالد هو اللي قتل؟ سكت فترة طويلة وبعدين قال: خالد مش قاتل، خالد مجنون، بس في حاجة تانية، في حد تاني، في حد عارف عن الكنز، حد عايز الكنز، وخالد قال له عن المقبرة، والحد التاني قتل عشان محدش يعرف، قتل عشان يبقى الوحيد اللي عارف. سألته: مين الحد التاني ده؟ قال: مش عارف، بس في ريحة في القرية، ريحة شر، ريحة حد بيحب الفلوس، بيحب الكنز أكتر من حياته وأكتر من حياة الناس. رجعت أتكلم مع الجيران، مع نبيلة اللي كانت لسه عايشة، اللي شافت الحد اللي مشي على 4 رجول. نبيلة كانت قاعدة برا بيتها على حافة الرصيف، لبسها أسود ووشها أصفر وعيونها حمرة، لسه بتبكي، لسه خايفة. قلت لها: حاجة نبيلة، انت قلت انك شفت حد بالليل. قالت: شفته قبل المذبحة بيوم، كنت قاعدة هنا بالليل الساعة 12، ما كانش فيه نور، القمر كان طالع، بس شفته. قلت لها: شفتي ايه بالظبط؟ قالت: شفت حد لابس اسود ووشه مش باين لان فيه غطا على وشه، بس مشي ومشيه كان غريب زي الحيوان، على ايده ورجله، وبعدين وقف في نص الشارع وبص لي، وعيونه كانت حمرة زي النار. سألتها: انت عرفتيه؟ قالت: لا ما عرفتوش، بس ريحته كانت غريبة، ريحته كانت ريحة حاجة متعفنة، ريحة حاجة ميتة. سألتها: وليه ما بلغتيش؟ قالت: مين هيسمعني، أنا عجوز وبتكلم لوحدي، الناس بيقولوا عليا مجنونة، بس أنا شفت اللي شفته، وجالي بالليل دخل بيتي خنقني بحبل الغسيل، وأنا شايفة عينيه الحمرة، بس ما قدرتش أصرخ، ما قدرتش أعمل حاجة. بس قبل ما أموت شفت إيده كانت فيها خاتم فضة عليه حرف الألف. سألتها: أنت متأكدة؟ قالت: متأكدة، شفت الخاتم وهو بيخنقني، شفت الحرف الألف واضح زي النور. وفجأة نبيلة اختفت من قدامي، مش عارف إزاي، بس شكلها كان مختلف اختلاف رهيب عن الجثة اللي شفتها في البيت. رحت المركز ونمت لي 2 ساعة حلوين، وبدأت أدور عن الخاتم الفضة اللي عليه حرف الألف. ده دليل مهم. بدأت أدور في القرية، بدأت أسأل مين عنده خاتم فضة عليه حرف الألف. الفلاحين في القرية معظمهم مش لابسين خواتم فضة أصلا، الحريم بيلبسوا دهب، بس الفضة نادر قوي أما نلاقي راجل لابسها أصلا. سألت الحاج رجب، قال: مش عارف، أنا الخاتم بتاعي دهب. وسألت الشيخ متولي، قال: أنا مش لابس خاتم أصلا. سألت الضابط، قال: ممكن نسأل الصاغة في المركز. رحنا المركز، لقينا راجل عجوز عنده 60 سنة قاعد في دكانه. سألته: حد جالك يعمل خاتم فضة عليه حرف الألف؟ فكر وبعدين قال: جالي واحد قبل شهر، شاب نحيف، شاب رفيع وطويل، قال لي عايز خاتم فضة عليه حرف الألف. قلت له: حرف الألف ده إيه؟ هل اسمي بيبدأ بحرف الألف. سألت أنا الصاغي: اسمه إيه؟ قال: مش فاكر، بس هو دفع كاش وخد الخاتم ومشي. قلت له: ممكن توصفهولي تاني؟ قال: وشاب طويل ورفيع وشعره طويل، بس وشه كان غريب، كان بيبص كتير يمين وشمال، زي ما يكون خايف، زي ما يكون مطلوب. قلت في نفسي: خالد رفيع وطويل وشعره طويل، بس خالد ما كانش لابس خاتم، ولا يقدر يدفع انه يجيب خاتم، ولا لا،
مش خالد، ممكن يكون في حد تاني. اليوم الرابع رحت أرض الحاج رجب. آخر الأرض جنب النخلة الوحيدة لقيت حفرة قديمة وصغيرة بس جواها ضلمة عميقة. حطيت الكشاف وبصيت لجوه. الحفرة كان عمقها حوالي 3 أو 4 أمتار، مش عارف، بس في آخر الحفرة لقيت حاجة صفرة لمعان زي الذهب، بس لما ركزت طلع كان فخار قديم مكسور بس عليه رسومات فرعونية، رسومات عيون ورسومات جناح. الحاج رجب كان واقف ورايا، قال لي انت شايف؟ قلت له في حاجة هنا، حاجة قديمة. رد عليا وقال لي كنز؟ قلت له مش عارف بس لازم نبلغ الآثار. قال لي لا، لو بلغت الآثار هيوقفوا الأرض، هياخدوها وهخسر كل حاجة. قلت له يا حاج رجب ده تاريخ بلدنا. قال بلدنا ايه؟ انا اللي عايش هنا، انا اللي بزرع، انا اللي بتعب، ولو في كنز الكنز ده ليا ولعيالي. سألته انت عارف من زمان؟ سكت وبعدين قال عارف. جدي قال لابويا وابويا قال لي ان في كنز تحت الارض وفي جن حميه، بس انا ما كنتش مصدق لغايه ما خالد جالي قال لي انا عارف مكان الحفرة، انا شفتها في منامي والجن وراني. سألته وانت ايه اللي عملته؟ قلت له لو عرفت مكانها اديك فلوس، بس خالد راح. قال لي مش عايز فلوس، عايز أرض، عايز بيت، عايز حياة. سألته وانت رفضت؟ قال رفضت ايه؟ انا وعدته، قلت له هجيب لك فلوس بس الأول وريني الحفرة. وراني الحفرة، وراني المكان. وبعدين خالد راح يقول لحد تاني، راح يقول له عن الحفرة، قال له عن الكنز، والحد التاني جالي محمود المحامي اللي مات اللي كان بيدافع عن خالد. الحاج رجب قال محمود جالي قبل المذبحة بأسبوع، قال أنا عارف عن الكنز، خالد قال لي وعايز نصيبي وإلا هبلغ الآثار وهبلغ الشرطة وهتخسر كل حاجة. سألته وانت ايه اللي عملته؟ قال هددته، قلت له انت محامي صغير ملكش مكان هنا، امشي. بس محمود راح لعبد الفتاح المدرس. عبد الفتاح كان بيكتب في التاريخ، كان بيدور على آثار، وعبد الفتاح جالي برضه. قال لي الحاج رجب أنا عارف وعايز نصيبي. قلت له يعني الاتنين عرفوا؟ قال محمود وعبد الفتاح وخالد، ال4. بس أنا ما عملتش حاجة، أنا ما قتلتهمش، أنا بس هددتهم. قلت لهم محدش ليه نصيب في حاجة، الكنز ده ملكي. سألته ومين الرابع؟ قال الرابع. قلت له انت قلت 4، قلت محمود وعبد الفتاح وخالد، مين الرابع؟ سكت، وشه اتغير من غضب لخوف وقال مش عارف، مش فاكر. قلت له حاج رجب في 10 ميتين وانت هنا بتتكلم عن كنز، عن فلوس، عن تهديد، دي مش لعبة، دي جريمة قتل، وانت لو ما اتكلمتش هتبقى متهم. قال لا انا ما قتلتش، انا بس عارف ان في حد رابع كان بيسمعنا، حد كان بيراقبنا، بس مش عارف هو مين. واليوم الخامس رجعت اتكلم مع خالد في الاسم، قعدت قدامه وبصيت له في عينه وقلت له خالد انت قلت انك شفت حد بالليل لابس اسود، وشه ما كانش باين ومشي على اطرافه ال4. قال شفت. قلت له انت متأكد انها مش هلوسة؟ سكت وبعدين قال مش عارف، بس انا شميت ريحة متعفنة زي الجثة، زي الميت، والحد ده كان بيمشي في الشارع ودخل بيت محمود وبعدين بيت عبد الفتاح وبعدين بيت السيد وبعدين راح. سألته راح فين؟ قال راح الحفرة عند النخلة، وقف هناك وقف كتير وبعدين نزل في الحفرة واختفى. سألته نزل في الحفرة؟ قال نزل زي الحيوان واختفى. سألته قلت له انت ليه ما قلتليش الكلام ده من الأول؟ قال عشان خايف من الحفرة، خايف من اللي فيها، خايف من الجن، خايف من كل حاجة. وفي اليوم السادس بالليل رجعت للحفرة لوحدي، معايا كشاف ومسدس، والدنيا كانت ليل والقمر ما كانش طالع والهواء كان شديد، وصوت الهواء اللي طالع من قلب أراضي القصب زي صوت ناس بتتكلم، زي صوت ناس بتضحك وناس بتبكي. وصلت الحفرة وحطيت الكشاف وبصيت لجوه. الحفرة كانت فاضية، بس في قعرها لقيت حاجة جديدة، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، بواقي ملابس سودة، لبس كامل ملبوس بس فاضي، مفيش حد جواه، زي ما يكون حد لبسه ومشي. وجنب اللبس كان فيه خاتم فضة عليه حرف الألف. رفعت الخاتم وبصيت فيه، حرف الألف واضح جدا كمان، بس جنب الخاتم كان فيه ورقة. جبتها وقريت اللي مكتوب فيها بخط الإيد، الكنز ليا، واللي يقرب يموت، واللي يعرف يموت، واللي يشوفه يموت، أنا الحارس وانت اللي جاي هتموت. سحبت نفسي، حسيت ببرودة، مش من البرد، لا، برودة من جوه الحفرة، من الورقة، من الكلام. سألت نفسي
مين كتب الورقة دي؟ ولا ده خالد؟ ولا ده حد تاني؟ ولا ده جن بجد؟ اليوم السابع في المحكمة، خالد قدام القاضي. اللجنة الطبية قدمت تقريرها. خالد عبد الله مصاب باضطراب نفسي، يعاني من هلوسات سمعية وبصرية، غير قادر على التمييز بين الحقيقة والوهم، وغير مسؤول عن أفعاله. القاضي سأل يعني إيه؟ الدكتور قال يعني خالد ممكن يكون شاف حاجات، ممكن يكون عمل حاجات بس مش واعي بيها، مش قاصد ومش قاتل بالمعنى القانوني. سألت والدليل المادي؟ القاضي قال مفيش دليل مادي يربط خالد بالجريمة، مفيش بصمات ومفيش شهود ومفيش أداة الجريمة. الاعتراف مش متوافق مع الحالة النفسية لخالد. خالد بيتكلم عن جن، عن حد لابس اسود، عن حد مشي على 4 أطراف. ده مش اعتراف، دي هلوسة. قلتله بس في خاتم فضة عليه حرف الألف، لقيناه في الحفرة. القاضي قال والخاتم ده يثبت انه خالد. سكت، مفيش إثبات. الخاتم ممكن يكون لأي حد اسمه بيبدأ بحرف الألف. القاضي قال محكمة الجنايات تقرر براءة المتهم خالد عبد الله لعدم كفاية الأدلة. خالد كان واقف مش بيتكلم ومش بيضحك، ما بيبكيش حتى، بس بيبصلي بصة فيها حاجات كتير، فيها شكر وفيها حيرة وفيها خوف. أمه خدته وخرجوا من القاعة، والمفروض إن القضية انتهت هنا. بس بعد مرور 15 سنة على المذبحة دي، سنة 2020 رجعت عزبة النور. القرية كانت اتغيرت، بيوتها كانت جديدة، ناس جديدة، والشباب سافروا والعجزة ماتوا، بس الحفرة كانت لسه موجودة. رحت أرض الحاج رجب. الحاج رجب مات من 5 سنين، أرضه اتباعت. صاحبها الجديد حفر عشان يبني، ولقى حاجة، مقبرة فرعونية صغيرة من العصر القديم، فيها توابيت وفيها تماثيل صغيرة وفيها فخار وفيها ذهب. مش كنز ضخم، بس ذهب كمية كافية. صاحب الأرض بلغ الآثار جات حفروا وخدوا كل حاجة، وعزبة النور بقت مكان سياحي. بيجوا يشوفوا المقبرة، يتصوروا ويتكلموا، بس محدش بيتكلم عن العشرة، محدش يتكلم عن المذبحة، محدش يتكلم عن خالد، محدش يتكلم عن الجاني اللي لسه مجهول. رحت أزور خالد، كان لسه عايش، بقى عنده 39 سنة ولسه عايش مع أمه، ولسه بياخد الدواء، ولسه بيشوف حاجات. قعدت معاه، سألته خالد انت لسه بتشوف الجن؟ قال بشوفهم، بس دلوقتي بشوفهم أقل، الدواء بيأثر شوية. سألته قلت له انت عارف مين قتل ال10؟ سكت فترة طويلة وبعدين قال عارف. سألته مين؟ قال الجن اللي بيحمل الكنز، الجن اللي قال لي لو قلت لمين هتموت. قلت له خالد الجن مش موجود، الجن ده في دماغك، في حد بشري، حد قتل ال10 دول، حد لابس اسود، حد ماشي على 4 أطراف. الحد ده إنسان يا خالد. سكت وفضل يبص في الأرض وبعدين قال انت فاكر الورقة؟ سألته ورقة ايه؟ قال الورقة اللي لقيتها في الحفرة اللي مكتوب فيها أنا الجن، أنا الحارس. قلت له فاكر. قال الورقة دي مش أنا اللي كتبتها ولا الجن اللي كتبها، إنسان كتبها، إنسان عايز يخوف الناس، عايز يبعدهم عن الكنز، عايز يبقى الوحيد اللي عارف. سألته مين الحد ده يا خالد؟ رفع عينيه وبصلي بصة فيها حزن عميق، فيها ندم وفيها سر. قال أنا قلت لك من زمان، قلت لك إني شفت حد لابس أسود، وشه ما كانش باين، ومشي على 4 أطراف، بس أنا كنت بكذب، مش كذب، بس كنت بشوف حاجة، بس مش زي ما قلت. سألته إزاي؟ قال الحد اللي شفته ما كانش ماشي على 4، كان ماشي على رجلين زي أي حد، بس كان لابس أسود وكان مغطي وشه، وكان سريع جدا زي الحيوان، زي الريح، ودخل البيوت وقتل ورجع وراح الحفرة ونزل واختفى. سألته وانت عرفته؟ قال لا معرفتوش، بس شميت ريحته، ريحة حاجة عارفها، كانت ريحة الحاج رجب، ريحة العمدة، ريحة الفلوس، ريحة الغضب. سألته يعني ايه؟ قال يعني الحاج رجب كان بيحب الكنز أكتر من حياته، أكتر من حياة الناس، وهدد، بس لما الناس عرفت، لما محمود وعبد الفتاح هددوه، قرر يموتهم، ينهي كل اللي يعرف، بس مش بإيده، بإيد حد تاني، حد قدر يتحرك بالليل، حد يقدر يدخل البيوت ويقتل من غير ما حد يسمع عنه. سألته مين الحد ده؟ قال مش عارف، بس في واحد من القرية، واحد سريع، واحد بيتحرك بالليل، واحد مجهول، والحاج رجب بيدفع له فلوس كتير عشان يقتل، عشان يحمي الكنز. سألته قلت له انت عندك دليل؟
قال لا مفيش دليل، بس أنا عارف في قلبي، عارف إن الحاج رجب مش بريء، عارف إن في حد تاني لسه عايش، لسه بيتنفس، لسه بيتحرك، بس محدش عارف، محدش شافه غيري. رجعت من عزبة النور 2020، السنة اللي كانت الدنيا فيها اتغيرت، كورونا وموت وخوف، بس أنا كنت بفكر في عزبة النور، في ال10 اللي ماتوا، وفي الحاج رجب، وفي خالد، وفي الجاني اللي لسه مجهول. الحاج رجب مات وأخد سره معاه، وخالد عايش بس مجنون مش قادر يثبت حاجة، والمذبحة اتسجلت في التاريخ بس مش باسم الجاني، اتسجلت باسم لغز 10 قتلى، 3 بيوت 2.5 ساعة ورقبتهم مقطوعة، جن، كنز، مقبرة فرعونية، خاتم فضة، ورقة، تهديد، حفرة، ضلمة، كل حاجة متصلة بس مفيش حاجة مكتملة. والسؤال اللي فضل لحد دلوقتي، مين اللي قتل ال10؟ هل كان خالد؟ وهل كان مجنون بس بريء؟ هل كان الحاج رجب؟ وهل دفع لحد عشان يقتل ال10 دول؟ هل كان محمود أو عبد الفتاح؟ وهل اتقتلوا عشان عرفوا زيادة؟ هل كان حد تاني، حد من برا القرية، حد عارف عن الكنز؟ ولا كان ده جن فعلا، جن حامي كنز، جن قرر ينتقم؟ أنا مش عارف ولا حد عارف، بس اللي أنا أعرفه إن عزبة النور لسه بتتنفس، لسه فيها ناس عايشة، لسه فيها أطفال بيلعبوا في الشارع، لسه فيها ناس بتنام من غير ما تقفل الباب، بس دلوقتي بقوا بيقفلوا الباب عشان ال10 ماتوا والجاني لسه حر. وبهنا تكون انتهت قضية النهاردة. يا ريت لو عجبتكم القصة لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد.